تعالوا نشوفوا بقى هنعملها ازاي. طبعا انا معايا النهارده سمنه كريستال. طبعا انت استخدمي اي نوع سمنه اللي متوفر عندك واللي حباه. عاوزه تعملي بسمنه بلدي، سمنه كريستال، جنه، روابي، اي نوع سمنه انت حباه هتستخدميه. طبعا انا بحط على الكيلو من الدقيق كوبايه ونص من السمنه ونص كوبايه من الزيت. هتطلع معاكي بقى ايه؟ مقرمشه ودايبه دوبان، والله العظيم بجد بتبقى تحفه جدا. امشي ورا الطريقه. طبعا هي مش نص كوبايه يعني مليانه قوي، لا، يعني هي نص كوبايه وشايله منها ايه، يجي معلقه كده. هتطلع معاكي دايبه جدا وبجد تحفه. ومعايا نص كوبايه من الزيت، يبقى انا حطيت كوبايه ونص الا معلقه من السمنه وحطيت نص كوبايه من الزيت. طبعا انا هرفع الكلام ده على النار، هسيبه ايه كده بقى يتقدح معايا، علشان طبعا القرص معايا تعيش معايا فتره اطول وتطلع معايا كده ايه طعمها احلى. طبعا انا بجيب كده كوبايه من الميه. طبعا زي ما انتم شايفين الكوبايه دي كوبايه عاديه عادي. بحط عليها باكت من الخميره الفوريه، وبحط عليها معلقه كبيره من الايه، من السكر. طبعا انا بستخدم دقيق الكوثر. طبعا الدقيق ده حلو جدا وبجد بيبقى تحفه جدا في القرص والبسكوتات والحاجات دي. طبعا انا نخلت الدقيق وبحط كده معلقتين كبار من الايه، من السمسم، ورشه بسيطه من الملح. بقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. طبعا انت حابه تحطي باودر حطي، مش حابه خلاص. يعني البيكنج باودر حابه تحطي حطي، مش حابه خلاص. انا كده بنزل السمنه زي ما انتم شايفين كده، هتطلع معاكي بجد تحفه جدا. طبعا انا مش قادحه السمنه قوي، يعني قادحاها شويه بس مش قوي. طبعا هي سخنة. هفضل بقى ايه اهبس بقى كده الدقيق بتاعنا لحد ما يتبس معايا ويطلع معاكي كده احلى قرص ممكن تاكليها. هنبس بقى الدقيق. طبعا هي سخنة جدا، بالراحة يعني كده. ده طبعا الطريقة بتاعت امهاتنا واجدادنا. الطريقة دي بتعيش معاكي فترة اطول، يعني ان انت تقدحي السمنة بتعيش معاكي فترة اطول وما تعملش معاكي عفونة على طول. طبعا بفضل كده اقدح كده الدقيق السمنه مع الدقيق كده زي ما انتوا شايفين كده. لازم تفركيه كده كويس جدا بايدك زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا بقعد كده ايه يجي 10 دقايق كده بقعد افرك فيها كده في ايدي، يعني اقدحها كده بايدي كويس جدا عشان تطلع معاكي كده ايه دايبه وفي نفس الوقت مقرمشه. تعالوا نشوفوا بقى هنعمل ايه. ده طبعا الخليط اللي بالسكر والخميره. طبعا انا هحتاج ميه تاني. انا حاطه كده كوبايه بس انا هحتاج ميه تاني يجي نص كوبايه وبعدين اعجنهم. هتقولي مثلا ده العجينه فرشت مني، العجينه ساحت مني قصدي وكده، لا. دلوقتي هتلم معاكي وهتبقى معاكي تحفه. شوفوا زي ما انتوا شايفين كده انا بحط كده الميه واحده واحده. يبقى انا كده استخدمت كوبايه من الكوبايه اللي انتوا شايفينها دي، كوبايه الشاي العاديه او المج الشاي العادي، ونص تاني. يعني انا استخدمت كوبايه ونص من الميه. اقلب بقى كده زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا لونها كده اصفر ولونها جميل جدا. طبعا السمنه على حسب ما انت محبه تعمليها بسمن آه، بسمن كريستال، بسمن بلدي اللي انت حباه. طبعا انا سبتها تخمر كده زي ما انتوا شايفين كده. هقطع معاكم كده وهشكلها بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا ومن دون اي كيس تلاجة ولا اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده خدت العجينه وببططها كده تبطيطه كده علشان اسويها. طبعا عادي يعني اي شكل هيطلع معاكي حلو، يعني مش شرط ان انت لازم ايه تعمليها تسويها كده لا عادي. طبعا البلح زي ما انتوا شايفين كده انا ببططه في ايدي. طبعا البلح ده انا عملته ازاي؟ انا فصصته ودعكته بصراحه بايدي ولا من دون مكن ولا اي حاجه. انا دعكته بايدي كويس جدا، فضلت ادعك فيه لحد ما نعم معايا. وبعدين حطيت له معلقه كبيره من السمنه وفضلت ادعك فيه اكتر، بينعم اكتر واكتر. بكده بقفل. شوفوا زي ما انتوا شايفين كده بعمل الطبقتين كده على بعض وبقفل. وهتبقى معاكي شكلها تحفة جدا وشكلها جميل جدا. يعني مش شرط ان لازم تطلع ايه شكلها كله حلو مرة واحدة. يعني شوفوا زي ما انتوا شايفين كده ببطط كده طبعا بطريقة سهلة جدا وبسيطة وهتتعمل معاكي بكل سهوله. وقطعي بقى شوفي التشكيله اللي انت حباها في التقطيع، كبير صغير وسط اي تقطيع ان انت عاوزاه قطعي. انا طبعا هقطع معاكم الطريقه دي وبعدين هوريكم طريقه تانية بجد هتطلع معاكي تحفه جدا. زي ما انتم شايفين كده اي تقطيع معاكي هيطلع معاكي تحفه. طبعا انا بجيب كده الصاج الالومنيوم. طبعا الصاج
افضل حاجة بتخلي المخبوزات يطلع معاك لون واحد ولونه جميل هي الحاجة الالومنيوم انك تخبز فيها. طبعا ادي الصاج الالومنيوم، احط بقى كده فيه القرص بس بمسافه كده، طبعا مش هسيبها تخمر لان بعد ما اخلص الكميه هيكون اول صاج عملته اترفع معايا واتخمر على طول. زي ما انتوا شايفين كده باخد حته بحته، يعني قطعه بقطعه كده صغيره، وبعدين بفردها كده بايدي من دون مشابه ومن دون اي كيس تلاجة، من دون اي حاجه. وبعدين بحط كده البلح حسب ما انت محبه، البلح كتير قليل ساده اللي انت عاوزاه اعمليه. طبعا بلف كده زي ما انتوا شايفين كده وببطط كده اهو، بروح فردها كده على الناحيه التانية وبفردها معايا بتتفرد معاكي بكل سهوله جدا. طبعا القطعه دي كبيره فانا هقسمها كده زي ما انتوا شايفين كده بالطول، وبعدين هقسمها كده قطع صغيرة مربعات كده صغيرة اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. هتطلع معاكي تحفة جدا اهو. شوف اللهم صل على النبي، بجد جميلة جدا. ادي دي تاني قطعة. طبعا انت لو عاوزة مثلثات انا عاملة مثلثات بس هي مش هتيجي معايا اللي انا مصورتهاش في الكاميرا. ادي السجاد طبعا هم طلعوا معايا يعني الكيلو من الدقيق عمل معايا التلاتة دول اللي انت شايفينهم 3 صواني دول. وطبعا انا بحطها في الفرن، بحب كده اعلي الفرن اول ما بحطها وبعدين بهدي بقى اسيبها تستوي. بصراحه انا الفرن بتاعي ما فيهوش ارقام يعني درجه حراره كذا، لا، انا بعلي اول ما بدخلها بعليها كده 5 دقايق وبعدين بعدل النار علشان يستوي معاكي كده وياخد لون فوق ومن تحت. بيبقى معاكي تحفة جدا ومقرمش كده. شوفوا اللون لون واحد، ولا من دون انك تدهني الوش بصفار بيض ولا اي حاجة خالص. شوفوا اللون بتاعها جميل جدا جدا جدا. وطبعا اللون استوى، لازم تستوي كويس جدا عشان تطلع معاكي لون حلو. باي باي.